ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل هريسة الشطة اللي هي لازم تبقى موجودة في اي بيت ومفيش غنى عنها في اي بيت وفي الفريزر، وكمان بتنفع في اي اكلة زي المحشي، زي البتنجانة، زي السمك. اي خلطات بتنفع فيها، سواء خلطة الفراخ المشوية او اي حاجة. انا دلوقتي معايا نص كيلو من الفلفل الاحمر، ممكن تجيبي شطة وممكن تجيبي بارد زي ما تحبي. انا نقعت الفلفل كويس جدا وبعد كده غسلته. وعايزه اقول لكم ان هرسة الشطه بتقعد في الفريزر من السنه للسنه، مش بيحصل لها حاجه. اهم حاجه بس ان انتي تعملي ايه، تعقمي البرطمان قبل ما تحطيها فيه. تعقميه ازاي؟ تجيبي البرطمان بعد ما تغسليه كويس تحطي فيه ميه سخنه حوالي دقيقتين. دقيقتين بس كفاية، عشان المياه السخنة بتتفاعل مع البلاستيك لو البرطمان بلاستيك، وبلاش ازاز عشان ايه ممكن يتكسر. هو يدوب دقيقتين بس. وبعدين انا دلوقتي بحط الفلفل في الكبة، وحطيت زي ما انتوا شايفين 5 فصوص توم بالظبط. حطيت ليمونتين انا شلت منهم البذر، وبعد كده هضربهم في الكبة. وعلى فكرة ما فيش داعي ان احنا نقطع الفلفل، هو كده كده صغير. لو انتي جايباه كبير عادي ممكن تقطعيه زي ما تحبي اللي انتي حباه. دلوقتي بقى انا بفرم الكمية كلها في الكبة. ودلوقتي ده شكلها بعد ما ضربتها في الكبة، وبعدين حطيتها في طبق عشان بعد كده لسه اضيف عليها شوية حاجات. دلوقتي بقى هضيف من كل حاجة من الحاجات دي معلقة صغيرة. معايا كمون، ومعلقة سكر، ومعلقة بابريكا، ومعلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة ملح، ومعلقة فلفل اسود. وطبعا دي كمية البهارات بتاعت نص كيلو. لو انت هتعملي زيادة ضعف الكمية. وده معايا فنجان من الزيت. ودلوقتي حطيت كله مع بعضه، بدأت اقلبهم وادمجهم كويس جدا. لازم ندمجهم كويس اوي مع بعض، نقلبهم احنا كده، بلاش نحطهم في الكبة او في الخلاط تاني. نستخدمها طبعا في حاجات كتير الهريسة، ولا غنى عنها زي ما قلتلكوا. دلوقتي انا بعد ما قلبتها كويس جدا، انا زي ما قلتلكوا عقمت البرطمان ازاي. وبعدين هحطها في برطمان ازاز لا او بلاستيك، اي حاجة المتوفر عندك، او تحطها في اكياس اللي انتي تحبيه عادي، مش هنختلف. وبدأت اعبيها في البرطمان، وهي جاهزة ان انتي تحطيها في الفريزر او تستخدميها في اي اكلة. وكده خلصنا عمال هريسة الشطة. عمالها سهلة جدا وبجد هتبقى ريحتها تحفة وهتعجبك، وهتبقى نفسها حلوة في اي اكل وفي اي حاجة هتعمليها. وهي سهلة، مش بتاخد وقت لما تيجي تجهزيها يعني وكده. اهم حاجة بس بتبعدي ايدك عنها، عشان لو الفلفل حار ممكن ايدك تلقط حرارة وكده. وبعد خلاص انا عبيتها وهحط البرطمان في الفريزر، وقت ما احتاجه انا هطلع واخد منه. هي مش بتتلج ولا حاجة ولا بتبقى ماسكة، هي عادي ممكن هتعرفي تاخدي منها لما تيجي تخرجيها من الفريزر او تيجي تحتاجيها يعني. اتمنى تجربوها وتعجبكم وتقولي رأيكم في الكومنتات. وكده خلصت وصفتنا.